هنا كيبدا الفيلم ديالنا في مدينه ديال نوميديا، في واحد العائله اللي كانت عامره بالحب والسلام. فاش كانوا كيدوزوا الوقت مع بعضياتهم سمعوا الصوت البوق ديال الحرب. هنا يمشى كل واحد باش يجهز راسو. هنا كاملين جمعوا في واحد الساحه، وفي هذا الوقت بدا هنا الملك ديالهم بدا كيقول لهم الخطاب ديالو باش يقدر يحمسهم باش يدافعوا على البلاد ديالهم ضد الرومان. وهنا كنشوفوا السفن ديال الرومان واللي كانوا تحت القياده ديال جنرال اكسايوس. وهنا بدات الحرب، وهنا النوميديين بداو كيدافعوا على الارض ديالهم بكل شراسه، ولكن الرومان كانوا قويين عليهم بزاف. هنا ارنولد فاش كان مازال كيتحارب مع الرومان ضربوا مراتو بواحد السهم، وهنايا مراتو طاحت في البحر. هنا ارنولد ما كان عنده حتى شي خيار اخر من غير انه يستسلم وهما ياخذوهم كاملين كاسرى. هنا الرومان جمعوا كاع هذوك الجثث ديال الناس اللي ماتوا، وهنا عطاهم اكسايوس اشاره باش انهم يحرقوا هذوك الجثث كاملين وياخذوا كاع هذوك الناس اللي كاينين في القلعه كاسرى ويديوهم كاملين لروما. ومن ضمن هذوك الاسرى كان معاهم ارنولد. من بعد هما يديو ارنولد والملك ديالو على انهم عبيد. وهنا ارنولد بدا كيتفكر كيفاش يقدر يهرب من مصر وخلى الوالده ديالو بسبب الرومان حيت احتلوه. واخيرا السفن وصلت لروما. وهنا فاش رجع الجنرال اكسايوس لقى كاع الناس اللي كاينين في روما كيستقبلوه واحد الاستقبال حار. هنا الامبراطور ديال روما عطاه واحد التاج كهديه ليه على هذاك الانجاز اللي دار، ويقول ليه باللي هو راه موجد ليه واحد الحفله كبيره في القصر. ولكن اكسايوس قال لي انه راه ما محتاجش احتفال، وهو خاصو غير واحد الراحه من الحرب باش يقدر يدوز غير واحد الفتره زوينه مع العائله ديالو. ولكن الامبراطور ما عجبوش الحال، ويحط ليه واحد السيف في عنقه ويقول ليه باللي حنا راه مازال تابعنا واحد الحروب اخرى. هو امر ويقول لي خاصك ضروري تحتل بلاد فارس والهند حتى هي. وهنا اكسايوس ما كان عنده حتى شي حل اخر من غير انه يوافق. وهنا كمشيو عند النوميديين اللي كانوا وصلوا لواحد السوق ديال العبيد، واللي كان ماكرينو السيد المحاربين كاين في هذاك السوق. وهما يدخلوا ارنولد وصحاب في واحد الحرب ضد القروده، واللي قدر يعيش غادي ياخذوه كمحارب. هنا النوميديين ما عرفوا شنو يديروا، ولكن ما عدا شخص واحد اللي كان ارنولد شد واحد القرض ويعذبو مزيان. هنا ارنولد بدا كيدافع على راسو وهو يقدر بكل شجاعه انه يضرب هذاك القرض ويصفيها ليه. وهنا يقرر ماكرينوس انه غادي يشريه. وهنا القائد اكسايوس مشى عند مراتو واللي كانت سميتها لوسيلا، واللي كانت بنت الامبراطور السابق ماركوس اوريسوس. هنا وصل ارنولد للساحه ديال تدريب المحاربين عند ماكرينوس. هنا ماكرينوس دخل ارنولد في واحد المعركه مع فيغو اللي كان هو المساعد ديال ماكرينوس. وهنا ارنولد بقى كيتعدى عليه هو يهينو قدام هذوك الناس اللي كاينين تما، وهذا الشيء بلا ما يستعمل السلاح ديالو. وهنا ماكرينوس عجبو ارنولد بزاف ويقول لهم باش يعطيو حوايج جداد باش يقدر يتلاقى معاه. هنا ماكرينوس قال ليه انت واحد الانسان موهوب وغادي يكون لك واحد المستقبل كبير، ولكن عندي واحد الشرط. هنا ماكرينوس قال ليه انت غادي تكون هو المصارع ديالي الخاص. ولكن هنا ارنولد قال ليه بكل صراحه انه كيكره الرومان وبلي هو باغي ينتقم، وزيد على ذلك انه باغي يقتل الجنرال اكسايوس. وهنا اتفقوا وياه قال لي الا خدمتي معايا انا كنوعدك باش نجيب لك الراس ديال اكسايوس. في نفس الوقت كان اكسايوس كيدوي مع مراتو وقال لها بلي الحروب طلعوا ليه في راسو، ويقول لها بلي هو ندم علاش مشى غزا نوميديا. هنا يوصل ماكرينوس لواحد الحفل على شرف القياصره واللي كان منظمها صاحبو ستراكس. هنا ستراكس قال ليه علاش ما نلعبوش واحد اللعب، انا غادي نراهن ب1000 قطعه ديال الذهب على حساب المصارع ديالي. وهنا ماكرينوس وافق ويقول لي بان المصارعه غادي تكون بلا سلاح. ولكن فاش بدات المصارعه هنا القيصر كاراكالا قال لهم ان المصارعه غادي تكون بالسلاح. وبالرغم انه واحد الموقف صعيب لارنولد، ولكن هو مضطر انه سوا يقتل او لا يتقتل. وبيان سور هو ما بغاش يموت دابا حتى يقتل اكسايوس اللي كان هو السبب في الدمار ديال الشعب ديالو والمدينه ديالو. وهنا ارنولد خذ هذاك السيف ديالو هو يخشيه ليه في كرشو. وهنا سالت ديك المعركه بفوز ديال ارنولد. هنا القيصر جيتا عجبو ارنولد بزاف ويقول ليه باش يشارك في الاولمبيات اللي غادي يديروها. وهنا في الليل تجمع لوسيلا واكسيموس مع الاعضاء ديال المجلس باش يقدروا يحرروا روما من يد القياصره. وهذا الشيء غادي يطرا في اخر يوم في الدوره ديال الالعاب الاولمبيه اللي غيديروها. وهنا فاش بدات الاولمبيات هنا بدات المعركه اللي غادي تكون بين ارنولد وواحد من اقوى الجنود اللي كاينين في روما، واللي كان راكب فوق واحد ديال القرن واللي كان باين عليه قبيح بزاف. مشى هذاك واحد القرن وهو يقتل واحد الجندي اللي كان مع ارنولد. ولكن ارنولد خطط له مزيان وعرف شنو غادي يدير، هو يحط السيف ديالو في الارض وياخذ شويه ديال الرمله. وفاش واحد ديال القرن كان قاصدو باش يضربو لاح هذيك الرمله في الهواء. هنا واحد القرن دخل في الحيط. وهنا ينزل هذاك المحارب من فوق واحد ديال القرن وهو يبدا يضرب في ارنولد، وكان على شويه كان غادي يقتلو. ولكن في اخر ثانيه ارنولد قدر يقتلو بالسيف ديالو. وفاش اكد انه مات لاح السيف ديالو ويمشي. وهنا فاش وصلت لوسيا للدار ديالها مشات ويدخل البيت ديال ولده لوشيوس. وهنا كان مكتوبين على الحيوطه واحد الابيات شعريه. هنا لوسيا مشات عند ماكرينوس ويطلب منه باش تشوف ارنولد. وفاش ماكرينوس وافق مشات لوسيا للزنزانه ديالو ويتسولوا واش عنده شي عائله ولا لا، ويقول لها باللي هو ما كانش عنده غير مراتو اللي قتلوها الرومان. وفاش سولاتو على مو وباه ارنولد بدا كيتعصب عليه. ولكن لوسيا حاولات انها تبرد عليه شويه وطلبات منه السماحه، ولكن ارنولد ما بغاش وما تيقهاش ويجري عليها من الزنزانه ديالو.
ديالو. هنا لوسيا مشات عند راجلها تخيل معايا تقدر تفرج في افلام ومسلسلات بالثمن ديال القهوه. كيفاش؟ انا نشرح لك. عندك دابا الفرصه انك تستمتع وتتفرج بجوده ديال 4K الترا اتش دي. مثلا يمكن لك تتفرج في سكويد جيم اللي غادي ينزل او لا بريكنج باد او لا وينزداي وبزاف ديال المسلسلات اخرى. وزيد على ذلك لك تيليشارجي اي فيلم او لا اي مسلسل عندك ويمكن لك تتفرج فيه بلا كونيكسيون. علاش انت غادي تخلص 130 درهم وحنا عاطينك هادشي كامل غير ب 25 درهم؟ ولكن كاين واحد المشكل واحد، هو انه الحسابات اللي عندنا قلال بزاف. ما تضيعش الفرصه وصيفط لي دابا في واتساب باش تفرج اليوم قبل غدا. قول لي بان ولد لوشيوس حي، ولكن للاسف كانت واحد الخدامه كتجسس عليهم وكتصنت لهم. وهنا لوسيا طلبات منه باش يعاونو باش ما يموتش في المصارعه. الغد اللي بدات المصارعه في الكولوسيوم واللي كانت المصارعه بالسفن، السفينه ديال الطرواديين اللي كانت بالقياده ديال ارنولد ضد السفينه ديال الرومان، والمكان عامر قروشه. هنا الرومان بداو كيطلقوا عليهم واحد السهام اللي فيها العافيه وهما يشعلوا العافيه في داك الشارع ديال السفينه ديال ارنولد، واللي كيطيح في الماء كياكلوا القروشه. هنا ارنولد مشى للسفينه ديال الرومان وهو يهرس لهم كاع المجاديف ديالو باش بحال هكذا ما يقدروش يتحركوا بلا بهم، وهو يدخل في السفينه ديال الرومان ويقسم على جوج. وهنا بدات المعركه الملحميه بيناتهم. هنا ارنولد استغل هذيك اللحظه ويشد واحد القوس وكان كيحاول يقتل القائد اكسايوس، ولكن السهم جا في الكرسي ديال القيصر وما ينسحبوا كاملين وفاز ارنولد بهذه المعركه. حتى هنا مشات الخادمه ديال لوسيلا عند ستراكس ويتقول ليه داكشي كامل اللي سمعته. وهنا جا ماكرينوس حيت كان عنده معاه شي حساب، هو يقول ليه ستراكس باللي هو دابا ما عندوش الفلوس ولا صبر عليه غير شويه غادي يقدر يرجعهم ليه بالدوبل. وهنا ستراكس قال لي على السر واللي هو ان الرئيس ديال الجيش باغي يحرر ارنولد، وفي هذه الليله غادي يطرا واحد الانقلاب. وهنا كنشوفوا القائد اكسايوس وهو مع واحد الجنود واللي كانوا غاديين باش يحرروا ارنولد، ولكن طاحوا في واحد الفخ اللي كانوا مصوبين واحد الجنود ديال القصر وما يشدوا لوسيا حتى هي وما ياخذوهم قدام القياصره اللي شكروا ماكرينوس بزاف حيت فضح الخطه ديالو. هنا ماكرينوس اقترح واحد الاقتراح زوين، هو انه علاش اكسيموس ما يموتش في الكولوسيوم ضد شي محارب. هنا القيصر عجبته الفكره بزاف ووافق عليها. وهنا كنشوفوا اكسيموس في الساحه والناس كاملين كانوا كيقولوا عليه انه خائن وما يخليوه يتضارب مع 4 ديال الجنود وهو بوحده. وهنا الصدمه الكبيره هو ان المصارع الجاي كان هو ارنولد واللي كان اصلا حاقد عليه من البدايه. وهنا فاش بداو كيتضاربوا هنا يحاول اكسايوس انه يدوي معاه ويقول ليه انا عارفك شكون انت. هنا اكسايوس استسلم وهنا الامبراطور حكم عليه بالموت، ولكن ارنولد رفض انه يقتله. وهنا الجنود كاملين بداو كيطلقوا عليه بالسهام. وهنا نضت واحد الثوره في الكولوسيوم واللي كان على شويه غادي ينقلب الشعب على القياصره ملي شافوا ذاك المنظر مشاو وهما ينسحبوا بالزربه. هنا نضت واحد الثوره كبيره بالليل والشعب كامل كان معصب عليهم بزاف. وهنا القياصره كانوا خايفين بزاف واللي كان معاهم ماكرينوس. هنا جيتا بدا كيعاير في خوه اللي كان هو القيصر كاراكالا، فكاراكالا تعصب عليهم ويمشي ويخليهم من راسه، ولكن ماكرينوس مشى موراه ويدوي مع كاراكالا ويقول لي ان اخوك باغي يسبي في كاع التهم ويضحي به قدام الشعب. وهنا كاراكالا اصلا كان عقله صغير، فشنو دار؟ مشى ويهجم على خوه جيتا وماكرينوس عاونو باش يقدر يقتل خوه. وهنا ولا كاراكالا هو الوريث. وهنا لوسيلا مشات عند ولدها ارنولد وقالت ليه باللي انت وليتي هو اهم شخص دابا في حياتي، وهي تعطي واحد الخاتم اللي كانت العائله ديالها كامله كتورث. وهنا في المجلس ديال الشيوخ عين الامبراطور كاركالا على الرئيس ديال الجيش الجديد واللي كان هو القرد ديالو. وهنا ماكرينوس مشى عند لوسيا ويقول لها باللي غدا غادي يقتلها في الكولوسيوم. هنا ارنولد بدا كيدوي مع الحارس ديال السجن واللي كان سميتو بوبي واللي عرف كلشي على ارنولد وهو يعرف السميه ديالو الحقيقيه حتى هي. ويقول لي ارنولد باش ياخذ هذا الخاتم ديال اكسايوس ويمشي لواحد الجيش اللي كاين في اوستيا باش يقدر يهجم على روما ويقتل ماكرينوس والامبراطور ديالو، وبحال هكذا غادي ترجع العداله لروما عاوتاني. وهنا بوبي عطاه السارو ديال الزنزانه ومشى. وهنا فاش جا الحارس ديال ماكرينوس قال لي انه اليوم عندك فرصه وحده باش تدافع على الوالده ديالك من الموت. هنا ارنولد خرج بالزربه من الزنزانه ديالو والحباسه كاملين داروا عليهم واحد الانقلاب ويمشي وياخذ السيف والدرع ديال باه ماكسيموس، وفي نفس الوقت كانوا كيوجدوا لوسيا للاعدام. وفي هذه اللحظه ارنولد وجد الجنود ديالو وكانوا مستعدين باش يحرروا لوسيلا. وهنا يدخل ارنولد الحلبه بوحده باش يقدر يدافع على لوسيلا، ولكن في واحد اللحظه جنود ديال ارنولد هجموا على دوك الحراس كاملين. وهنا الامبراطور كان كيصحاب ليه انه هادشي كامل اللي كيديروا غير مسرحيه وصافي. وهنا الامبراطور كان كيستمتع بداكشي اللي كيشوف. وهنا يعرف ماكرينوس ان الجيش ديال اكيسوس قرب الروما. وهنا ناضت واحد الفوضى كبيره في الكولوسيوم وماكرينوس استغل هذيك الفرصه ويمشي ويخشي واحد العود في ودن ديال الامبراطور باش بحال هكذا يقدر يصفيها ليه ويقتلو. وزيد على ذلك انه قتل لوسيلا بواحد السهم. هنا ماكرينوس ركب على العود ديالو ويمشي دغيا. هنا ارنولد حتى هو تبعو دغيا، وفي هذه اللحظه تجمعوا جوج ديال الجيوش في بلاصه وحده. وهنا ارنولد
ارنولد تحدى ماكرينوس في واحد النزاع، وبدات واحد المعركه شرسه ديال بصح واللي تهرس فيها السيف ديال ارنولد، ولكن الدرع ديال ارنولد كان كيحميه من السيف ديال ماكرينوس. وهنا ارنولد وقف عاوتاني هو ياخذ السيف ديالو ويقطع ايد ديال ماكرينوس ويصفيها ليه في هذاك الواد، ويمشي عند هذوك جوج ديال الجيوش ويقول لهم باللي الجد ديالو كان عنده واحد الحلم واحد، هو انه كان بغي يوحد روما، وقال لهم باللي هو جا دابا باش يرجع هذا الحلم هذا الحقيقه. وهنا الجيوش اتفقوا، وهنا ارنولد منع واحد الحرب كبيره اللي كانت غادي توقع. وهنا تيكون سال الفيلم ديالنا. فلا عجبك هذا الفيلم يجبك تقول ان هذا الفيلم هذا غادي يعجبك اكثر. تخيل معايا الا كنت غادي في واحد الرحله، ولكن هذه الرحله ماشي كاي رحله، غادي تطلع القمه ديال جبل ايفرست اللي هي اعلى قمه في العالم. فالا بغيتي تعرف كيفاش روب قدر يتسلق هذيك اعلى قمه جبل ايفرست او شنو هما الصعاب اللي داز منه، غادي نخلي لك فيلم هنا اولا يمكن لك تكليك عليه من الديسكريبسيون. ما تنساش الا كنتي مازال ما درتيش ديك اللايك صرفق معك ديك اللايك اند سبسكرايب صرفق حتى هي.